السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض كده تفريز القوطة، عشان نبقى متفقين مع بعض. أفضل حاجة الخضار الفريش، يعني احنا بنخزن بس عشان لما تكون القوطة غالية معانا نقدر نتصرف ونمشي نفسنا بالقوطة اللي بنخزنينها معانا في الفريزر. هنا زي ما انتوا شايفين أنا جبت القوطة وسبتها يومين 3 كده لحد ما احمرت خالص معانا زي ما انتوا شايفين كده. حتى هي فيها ممكن تكون دبلانة شوية او حاجة، عشان خاطر انا سبتها كلها تحمر. يعني انا بسيبها تحمر الاول وبعدين اخزنها بقى. انا بفرز كده القوطة بطريقتين. طريقة بعبيها بغسلها وانشفها كويس واعبيها كده في اكياس زي ما هي، اجي اطلع منها واعمل بتبقى كويسة، بس بتاخد مكان كتير في الفريزر معاكي. هنا زي ما انتوا شايفين كده برصها في الكيس واطلع منها الهواء واربطها. لما تكون القوطه غاليه معايا واجي اطلعها دي بقى واخد منها اطبخ بيها طبيخ، بتبقى زي الفريش بالظبط. يعني بتبقى طازه زي اللي انت لسه جايباها، ولا طعمها يغير ولا اي حاجه. وانا بفرزها بطريقه تانية بقى خالص هقولك عليها دلوقتي. هنا كده زي ما انتوا شايفين اهو انا بفرزها كده، بس هي عايزه مكان شويه، يعني عايزه ايه، فريزر يكون معاكي واسع وكده ياخد معاكي بقى كميه القوطه، عشان بتبقى واخده مكان كبير. زي ما انتوا شايفين كده ان انا ببرصها واطلع الهواء منها واربطها وارصها زي ما انتوا شايفين كده في الفريزر. هنا انا عبيت الكميه كلها اهو زي ما انتوا شايفين. الطريقه التانية بقى لتفريز القوطه معايا، انا بضربها كلها بضربها واصفيها يعني اصفيها من البذر والتفل. وبعد كده بقى بحطها على اي شاشة بيضة كده او خدادية عندك او اي حاجة، بروح حاطة سلطانية كده زي ما انتوا شايفين واحط مصفى. وهنا انا عندي قماشة بيضة زي ما انتوا شايفين، واحط فيها بقى ايه القوطة اللي انا عصراها ومصفياها كده. زي ما انتوا شايفين انا حطيت القوطة المعصورة ومصفية كويس من البذر والتفل. بصوا هي عمالة تنزل في المية ازاي. اول ما بحطها بتنزل المية اللي في القوطة، المية الصفرة دي بتخلص منها كلها. بصوا مية صفرة خالص، هي المصفى عمالة تصفي، بسيبها لما تصفي خالص زي ما انتوا شايفين اهو. صفت المية اللي فيها خالص، هعبيها بقى افضيها. هتتفضى من القماشة خالص وهعبيها. بصوا بتعزل عن القماشة وعبيها بقى، بتفضل معاكي جميلة وما بتاخدش مكان في الفريزر، وبتبقى حلوة. او لما بتيجي تطلعي بقى عايزة تعملي محشي كشري، الحاجات اللي بتحب القوطة كتير معاكي تطلعيها بقى وتبقى جاهزة معاكي. بصوا حمرا ازاي وصفت المية الصفرا اللي فيها كلها. وزي ما انتوا شايفين بقى هعبيها واكيسها واحطها برضه، اطلع الهواء منها واحطها بقى. انا بحب اعملها ديت، بعمل منها المحشي، اعمل منها الكشري، الحاجات اللي بتحب الصلصه كتير، لان دي ميزتها حلوه او ما بتاخدش مكان معايا، وبتخزني كميه قوطه كبيره. يعني انت بتخزني لحم القوطه معاكي، بس بتخزني منها كتير وبتاخدش مكان زي ما تشيليها سليمه. بس بقى ايه، هي لما بتتحط في الفريزر معاكي تيجي تطلعيها تحس ان هي محتته شويه، يعني بتبقى محتته معاكي شويه كده. دي بقى بتبقى حلوه قوي في المحشي، في الكشري، لان صلصه الكشري احنا لما بنيجي نعملها ما بنصفاهاش، ولا ولا تسبيكه المحشي، فدي بتبقى حلوه قوي. انما انا ما بفضلهاش في الطبيخ، يعني لما باجي اطبخ طبيخ بقى عادي، بسله بطاطس اي طبيخ، بسحب بقى من القوطه معانا اللي مفرزينها سليمه، بتضربيها عادي ما بتفك معاكي، وبتضربيها وبتشتغلي بيها عادي اكنها يعني قوطه صابحه معاكي وما فيهاش اي حاجه. وهنا دي بوريكم هنا اهو اللي انا مخزناها القديمه. بصوا بتبقى حمراء، يعني بتبقاش بقى ولا عايزه بنجر ولا عايزه اي حاجه، وبتبقى مصفيه الميه الصفراء اللي فيها بتاعت القوطه وما فيهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين. بصوا حمراء ازاي. دي كانت طريقتي في تفريز القوطه معاكم. وفي ناس بتحب تسلقها، دي حاجة ترجع لك براحتها، بس انا شخصيا ما بحبش المسلوقة لان بتبقى ليها ريحة، يعني بتبقى ريحة كده مش مستحبة. وفي ناس بتحب تضربها
تسبكها بحبه زيت وتحطها في الفريزر. لا ما بفضلهاش برضو، باجي اعمل بيها اي حاجه بحس ان مش طعمها كويس، يعني بحس ان طعم الحاجه ما فيهاش تسكيره المحشي اللي انا عايزاه، ما بتبقاش بمعنى اصح مسكره في الاكل معاكي. انت عايزه تضربيها وتغليها كام غلوه على النار بحبه زيت، دي عرفي معاكي تقعد بالاسبوع معاكي، تشتغلي بيها عادي خالص. تبقى زي الفريش بالظبط وما فيهاش اي حاجه. انما لما بتشيليها فتره كبيره في الفريزر طعمها ما بيبقاش مسكر معاكي في الطبيخ اللي بتعمليه. دي كانت طريقتي في تفريز القوطه معاكم. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولا اول مره يشوف قناتي اتمنى يشترك معي في القناه. اسيبكم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.